حتى باش نبدا وما عرفت ما نقول. نهار 27-28 شتنبر 2025 خرجت احتجاجات في بزاف ديال المدن المغربيه تحت اسم حمله جيل زيد 212. هاد الاحتجاجات دارت على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا على التعليم، البطاله والصحه. الشباب اللي خرجوا في هاد المظاهرات كيعتبروا راسهم انهم جيل مهمش، ما لقاو لا تعليم زوين، لا صحه في المستوى، ولا خدمه. كيقولوا باللي ما بقى لهم حتى شي امل الا انهم يخرجوا للزنقه يعبروا على شنو بغاو باش صوتهم يتسمع. اما الراي العام في الشارع كاين اللي متعاطف مع المطالب، خصوصا انها مطالب اللي عاديه وحقوق اللي عاديه. نعاود نذكركم بها انه هاد المظاهرات هادو كاملين نايضين على الصحه، التعليم والبطاله، وكاين اللي خايف ان هاد الشيء يولي فوضى وتخرج الامور على السيطره. وشفنا بزاف من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي كيطالبوا الدولة أنها تحترم الحق في التظاهر السلمي، وهذا الشيء مزيان. من بعد السلطات الأمنية دخلت على الخط، فرقات مجموعات واعتقلت بزاف من المشاركين في هذه المظاهرات، وهذا الشيء اللي زاد من غضب جيل زيد 212. الحكومه بررت باللي ان داك المظاهرات ما عندهمش ترخيص، وباللي كاين خطر انه يولي العنف. العالم الخارجي بدا كيتفرج، وبزاف من المنابر الاعلاميه الاجنبيه كتبوا على جيل زيد المغربي. دابا ندوزو اشنو غادي يوقع من بعد. الا استمر القمع وما كاينش تجاوب مع المطالب، تقدر الاحتجاجات تكبر وتولي اكثر تنظيما. الا الحكومه دارت اصلاحات صغيره وفتحت باب الحوار، ممكن تهدأ الأوضاع مؤقتا. لكن بشكل عام هاد الأيام 27-28 شتنبر بينت أن الشباب ولا عنده صوت قوي وكيعرف يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الاخر ديال هاد لا فيديو، وما بغيتش نطول عليكم، بغيت غير نقول لكم باللي حنايا كشعب مغربي كنحماقوا كنموتوا على بلادنا. راه التظاهرات ما كتعنيش باللي اننا ما كنبغيوش بلادنا، بالعكس عندنا حرقه باغيين نزيدوا للقدام. من فوق ما ننظموا كاس العالم، ننظموا التعليم ديال وليداتنا، ومن فوق ما نصلحوا الملاعب، نصلحوا المستشفيات والاقسام. وهذا الشيء هو الاساس من هاد التظاهرات اللي خارجين يديروا هاد الشباب هادو. وفي الاخير الله يدير اللي فيها الخير، وهذا الشيء اللي كاين. بسلام عليكم.